دلوقتي يا شباب هنروح على الفكره كام؟ الفكره 2 دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن القياس السكيني والدائري. يبقى فكره 2 القياس السيني والدائري والفرق بينهم، وازاي اعرف احول من ده لده. الحاجات بتاع اولى ثانوي دي كلها. وكمان انا هزود حته كده اللي هو الشكل الشبه المنحرف. دي من عندنا هي قديمه بس ايه عشان الطلبه تعرف ايه هو الشبه المنحرف وشكله. طب يا مستر القياس السيني او القياس الستيني ده مرموز له بالرمز س درجه، يبقى ده رمزه س درجه او س درجه عادي. القياس الدائري س د، يبقى ده الرمز بتاعه. طيب يا مستر فين القانون اللي بيحول؟ في طبعا لازم تدي اكتر من قانون، احنا بنتكلم في قانون واحد. س درجه على س د عادي، س درجه على 180 بتساوي س د على باي. خلصت القانون. ده القانون اللي مطلوب من حضرتك عشان يحول من ده لده. يعني افرض ان انا اديتك س درجه ب 60، تقدر يا مستر تجيب لي س د؟ طبعا سهل جدا، كلام فاضي كل الدنيا. هتعوض في القانون ده، تشيل دي تحط مكانها 60 ودي 180، س د معرفش والباي تنزل، اضرب مقص س د تساوي 60 في باي على 180. تعال نوصل للنقطة دي، هنحسبها ازاي؟ في طلبة بتحسب تختصر أو تحسب دول على الآلة وتحط جنبهم باي، دي الطريقة الأولى. 60 على 180 بتلت باي، دي إجابة. طيب في ناس ما بتعجبهاش الحال، تقول لك لا يا مستر باي دي تحت الآلة، يبقى إيه 60 دي كده بالآلة على 180. فاهم كده قصدي؟ هتطلع لك برقم، وجنب الرقم ده هتحطه فوق ايه يا شباب؟ د. وجنب الرقم اللي هتحطه ايه؟ هنطلع ب 2.8 د. يبقى ده مثلا الناتج بتاع السيتا ده، بس تمييزها تحط فوق ايه يا شباب؟ د. طيب دي صح ودي صح؟ اه طبعا دي صح ودي صح. تمام؟ طيب اللي بعده، لو جيت قلت لك اديتك سيتا ده، سيتا د بتساوي مثلا 1.2، وطلبت منك س درجة، يا مستر سهل جدا جدا جدا. في نفس القانون اللي فوق تبدأ حضرتك تعوض. س درجة بكام؟ بس درجة وال180 تنزل، سيتا د 1.2، الباي اهي. وأظن بنفس الطريقة اضرب، مش محتاج أكمل معاك. س درجة بتساوي 180 في 1.2 على باي، وحضرتك أبقى أكمل الناتج بالآن. ده ازاي قدرت احول من س درجه لسيتا د؟ طيب لو انا جيت رسمت لك دايره بالشكل ده، وقلت لك دي اسمها دايره الوحده، دايره ايه يا شباب؟ الوحده. واديتك ده اسمه نص قطر، طبعا كلكم عارفوه، ده اسمه ايه يا شباب؟ نص قطر. والحته دي برضو كلكم عارفينها من ثالثه اعدادي، اسمه قوس. يبقى ده نق نصف القطر. طيب ودي سيتا د اللي احنا لسه واخدينها، نكتب رموزنا عشان ما نلخبطش. مين لام دي يا شباب؟ لام دي طول القوس، نق نصف القطر. سيتا د القياس الدائري. هل في حاجه بتربط بين كل دول؟ المثلث بتاع زمان ده كنت بتاخدوه في العلوم. قال لك لو انت عاوز لام بيساوي سيتا د في نق، يعني يا مستر ايه؟ تقدر تجيب لي لام بكام؟ ايوه اقدر اجيب لك لام بكام في ثانيه. لام بتساوي سيتا د في نق. طب لو عاوز سيتا د، لام على نق. وتكمل بقى مسألتك. هو مثلا يعني الراجل يجي يقول لك ايه؟ سيتا د 1.2 د ونق ب10، عاوز لام بكده. اي طلب فيكم هيجاوب في ثانيه. انا عاوز اللي فوق بيساوي حاصل ضرب دول، بيساوي ايه يا شباب؟ سيتا د في نق. سيتا د ب1.2 في نق ب10 تطلع ب12، ده طول القوس. وانت ماشي بقى لو عاوز العكس مثلا، ممكن يعكس لك الموضوع، يقول لك انا معايا لام، يجيب لك لام مثلا ب20 ويجيب لك نق ب10، عاوز سيتا د.
عادي يا مستر، سهله جدا. تجيب السيتادال ازاي؟ هيقول لك، يقول لك عاوز سيتادال وكمان عاوز س درجه بالمره. سيتادال بتساوي ايه؟ لام على نق. من اللام ب20 والنق ب10، الناتج ب2. طب مين سيتا درجه؟ الله يا مستر ده ملهاش قانون هنا، بس لها قانون في الاول، لها قانون في الجزء الاولاني. طب ما سهله خالص، س درجه على كام؟ على 180 تساوي سيتا د على ب. س درجه بكام يا شباب؟ س درجه معرفهاش، وال180 تنزل. سيتا د ب2 والباي تنزل. وبرضه اضرب ايه يا شباب؟ بالآلة اضرب ناقص. ده كده ازاي قدرنا نحول من 60 لدائري وقدرنا نجيب طول القوس. هنروح على الجزء الاخير، شبه المنحرف. يا مستر اما يجي لي شبه منحرف برسمه ازاي وبتصرف معاه ازاي؟ طلبه كتير جدا مش عارفه الشبه المنحرف رسمته ازاي ومساحته ايه والكلام ده. في نوعين من الشبه المنحرف، يبقى ده الشبه المنحرف. شكل الشبه المنحرف ده الشكل الاولاني اسمه شبه منحرف متساوي الساقين، وده شبه منحرف قائم. ده الفرق بينهم، يبقى ده متساوي الساقين وده قائم. طيب شبه منحرف متساوي الساقين ايه خواصه او ايه مميزاته؟ الخواص بتاعته ان دول قد بعض، كمان ان ده يوازي ده اسمه شبه منحرف متساوي الساقين. طيب عشان احل واتصرف معاه بعمل عمود كده، وكمان بعمل عمود كده، اصبح ده مثلث قائم، بقدر اتصرف معاه بكل سهوله. طب طالما ده مثلث قائم، وليكن مثلا الشبه ده اسمه ا ب ج د، تسمي دي واو ودي مثلا ي، اصبح عندك ده مثلث قائم تقدر تتصرف فيه براحتك. تقدر تجيب ج مثلا ج ب صوب مقابل على وتر ا واو على ا ب. عاوز تجيب مثلا جاتا ج، تقدر تتكلم معاه. طب والخط اللي في او الشكل اللي في النص ده مستطيل، يبقى ده مثلث قائم وده مثلث قائم وفي النص يا شباب مستطيل. طب لو عاوز تجيب جاتا ج مجاور اللي هو ي ج على د، ده النوع الاول. طب النوع الثاني يا مستر اسمه شبه منحرف قائم الزاويه. فين الزاويه القايمه؟ اهو واهو، اسمه ا ب ج برضه ده. طيب من ايه خواصه؟ خواصه دول متوازيين في زاويتين قايمين. باجي اعمل ايه يا شباب عشان ابدا احله؟ باجي ساقط عمود هنا كده، وليكن هنا اسميه ايه؟ واو. برضه عاوز اجيب ج مثلا ظ ج، اي حاجه اللي انا عاوزه مثلا اتصرف. ظ تساوي مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، ده المقابل وده المجاور، ده الواو على واو ج. طيب ده او ده مساحتهم بتساوي ايه؟ مساحه الشبه المنحرف بتساوي ايه؟ مساحه الشبه يا شباب نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. واحد يسأل دلوقتي يا مستر ايه فين القاعدتين والكلام ده؟ يعني لو الشبه المنحرف اللي احنا لسه مدينه ده اهو الصغير ده اهو، اديتك دي 10 ودي 7 ودي 8 وده 5، تقدر تجيب مساحته نص مجموع القاعدتين. القاعدتين دي ودي، دي ودي، نفتح قوس 8 زائد 10 في الارتفاع بتاعك الخط ده اللي هو عامل الزاويه القايمه، وتحسب حسبتك. طبعا 8 و10 9 في 5 ب45، دي مساحه الشبه. طبعا المساحه بتكون بيها يا شباب بالسنتيمتر مربع او بالمتر مربع، ما فرقتش الوحده كده كده ايه، احنا ما بنتكلمش على وحدات. تمام. ده كده كان القياس الستيني وقياس ايه يا شباب؟ الدائري. هنروح للفكره رقم 3 دلوقتي يا جماعه. نروح على الفكره الثالثه، ودي من وجهه نظري الفكره يعني اللي سهل المخ العادي، اللي هي بنجيب كل الفنيات بتاع ايه ثالثه ثانوي، اللي هي يا شباب الدوام اللي بتحول واللي ما بتحولش وقياس تشينو ومش عارف ايه، لعب شويه. طيب تعال نشوف كده. في دوال بتحول، الدوال الخاصه بتحول، يبقى الدوال ماشي كده التي تحول، واللي ما بتحولش. في زوايا ماشي كده، ممكن نشيل الدوال دي ونكتب مكانها الزوايا عادي،
عشان بس ايه الناس تبقى فاهمه ده زي ده مش فارقه يعني. طيب عندي ال90 وعندي ال270 دول بيحولوا. ايه يا مستر التحويل ده؟ إيه يعني ايه تحويل؟ طلبه كتير جدا يا جماعه الموضوع ده ما بيعرفش يجيبه ابدا. تعال نشوف كده. اما بقول لك جاء 90 ناقص سيتا، ايه ده تطلع بايه؟ طالما في الموضوع 90 تحط لها ت، خلص له. طيب برضه خلينا مثلا ظا 90 زائد سيتا، طالما في الموضوع 90 تحط لها ت. بس يا مستر فيهم خطأ. ايه الخطأ؟ خطأ الإشارة، واوعى تنسى الإشارة. طيب يا مستر أنا مش عارف أحط الإشارة، طب بس نجرب واحدة كمان وبعد كده ظبط لك الإشارة. مثلا جاتا 270 ناقص سيتا، الله دي فيها 270 تحويل على طول يبقى جا سيتا. يبقى احنا يا مستر من الآخر كلمة تحويل أو مش تحويل دي يا بتحط ت يا بتشيل ت. الإشارة بقى، الإشارة هنا فيه مشكلة. نشوف الإشارة. الإشارة هنا يا شباب لازم تعرف الإرباع. عندك الإرباع، عندي هنا 0 وعندي هنا 90 وعندي هنا 180 وعندي هنا 270 وهنا 306. عندي رسم الربع الأول، وعندي ده الربع الثاني، وده الربع الثالث، وده الربع الرابع. وركز 1 2 3 4 بالترتيب كده. طيب برضو ايه استفدنا ايه يا مستر؟ طيب المستر برضو كان بيحفظك في اولى ثانوي بكل جبار ظالم جاته داهيه، او كل جميله ظريفه جات عريس. هي ايه برضو ما كناش فاهمين يا مستر من المستر بتاع اولى ثانوي وكنا تايهين. لا الموضوع بسيط. طيب دي 90 ده الربع الاول وده الربع يا شباب التاني، لو هزود عليها هتروح فين؟ التاني. طب لو هنقص منها هتروح فين؟ الاول. طب يعني دي 90 ناقص في الربع الكامل الاول. طب الربع الاول كل موجب يعني هنا الاشاره موجب. ما فهمتش قوي يا مستر. طب خش كده على الثانيه. 90 زائد 90 ازود على تيجي الربع الثاني، ما هي 90 محشوره بين الربع الاول والربع الثاني، زودت جت الثاني، يبقى الظا دي موجوده في الثاني. فين يا مستر؟ ما فيش غير جا، يبقى الموجوده بس اللي موجب، اللي مش موجوده زائد. تاني 90 زائد دي 90 زائد يبقى تيجي الربع الثاني في ظا في الثاني، ما فيش يا مستر تديني سالب. ما فهمتش او خش على الثالثه. 270 اهي محصوره بين الرابع والثالث، انقص منها تروح الثالث، في جاتا في الثالث لا يا مستر سالب. طب يا مستر انا برضو لسه مش قوي، مش عبقري قوي. تعال نجرب كمان 2 3 هنا كده زي تدريب صغير نحله مع بعض، تدريب صغير او مثال اهو. طب يعني يا مستر لما اجي اقول لك ظا مثلا 90 ناقص سيتا تعرف تحل؟ ثانيه. الاول الله دي 90 تقلب الزازطه. طب انا في الربع الكام؟ الربع الاول في ظا كل يبقى موجب. طب واحده تانيه يا مستر، مثلا ظا 270 زائد سيتا، عادي. ايه اول حاجه في 270 تقلب زاطه. طيب انا في الربع الكامل 270 بين الثالث والرابع، دي زائد يبقى في الرابع، في ظا في الرابع هنا موجوده؟ لا مش موجوده، تبقى الاجابه ايه يا شباب؟ دي اول حاجه تحويل. طب مين اللي ما بيحولوش؟ لا تحويل اللي هي ال 180 وال كام وال 360 دول ما بيحولش. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما بقول لك جا 180 ناقص سيتا على طول جا سيتا، ما حصلش حاجه يعني؟ ما حصلش حاجه، بس الاشاره. نشوف الاشاره. ال 180 فين؟ اهي 180 بين التاني والتالت، انقص منها يبقى في التاني، بس نقص منها يبقى في التاني الصغير، يعني انقص منها تبقى الصغيره ازود عليها تبقى في التاني. طب لو نقص منها في جا في التاني، دي موجوده في التاني؟ موجوده يبقى موجب. طب يا مستر مش فاهم قوي. واحده كمان جا 180 زائد سيتا، طب برضه هتفضل جايه يا مستر.
تمام. دي في الربع الكام؟ 180 زائد اهي، زائد تبقى في الربع التالت. في جا في التالت، شفت الفرق؟ يعني هنا جا و180 وجا و180، الاشاره طلعت موجب وهنا الاشاره طلعت ايه؟ سالب. ده بالنسبه للتحويل او عدم التحويل. طيب نرجع تاني لحته الربع يا شباب اللي هي ده، واحنا قلنا ده الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. الربع الاول كله موجب. يعني ايه كله موجب؟ يعني كل الدوال. احنا عندنا كام داله؟ 6، كل 6. طب جاء وقربتها قتا في الربع الثاني موجب. طب ظا وقربتها زطا في الربع الثاني. طب جتا وقربتها ايه؟ قا في الربع الرابع موجبه. اللي مش موجود سالب. يعني انا لو جيت قلت لك في الربع الرابع او في الربع الثاني جاه مثلا 120، موجب ولا سالب؟ من غير الآلة كده. الله يا مصطفى انا مش عارف. لا انا عارف. دي في الربع الكام؟ الثاني موجوده موجب. طب ماشي، جاتا 120، 120 في الربع الثاني موجوده؟ لا مش موجوده، سالب. يعني اللي انا اقول لك لو موجوده في الربع موجب. طب لو مش موجوده في الربع تكون سالب. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجاي هنا موجب بس الجاتا كلهم سالب. دي كده الجزء الاولاني اللي هي بتحول وما بتحولش وحته الارباع. طب يا مستر ممكن يجي لي قوس زوج مرتب، لسه انا برضه في الارباع، حاجه زي دي كده، الزوج المرتب. الزوج المرتب عندنا يا شباب في الثانوي بينقسم لجزئين. لو ارقام زي 3 و4، تمام، طبعا دي اسمها س ودي اسمها ص. بتقول لي يا مستر دي في الربع الكام؟ افكرك في الربع الكام. ادي الارباع، لو الاثنين بالموجب يبقى الربع الاول، لو الاثنين بالسالب يبقى الربع الثالث. يبقى دي 1 2 3 4. طيب لو موجب وسالب، او لو سالب وموجب، او لو موجب وسالب، طبعا دي اي حد فيكم يقدر يجيبها في ثانيه، الموضوع بسيط جدا. طبعا دول هنا الاشارات ايه يا شباب؟ ده شغل اعدادي يعني، لان الاثنين بالموجب يبقى ده الربع ايه يا شباب؟ الاول. طيب واحده تاني، لو جيت قلت لك سالب 3 و5 مثلا يبقى الربع كام؟ ربع سالب موجب اهي الربع التاني. دي سهله جدا، حاجات بسيطه خالص يعني. زيها بالظبط يا شباب نفس الحركه دي، لو اديتك زوج مرتب وليكن نص بفاصله جذر 3 على 2 وطلبت منك اوجد الدوال المثلثيه. هم كام داله يا مستر؟ هم 6، اوعى تنسى الجا والجتا والقا والقتا كلهم. طب على طول يا مستر انا حافظ وانت هتحفظ ورايا. الاولى دي اسمها جتا والثانيه اسمها جا، اقسمهم على بعض تطلع بظا. تاني الاولى اسمها جتا، الثانيه اسمها جا، اقسمهم على بعض تطلع بظا. فسر لنا الكلام ده يا مستر. حاضر، الدنيا بسيطه خالص. هنا الجا اول حاجه، الجا بتكون بايه؟ بالثانيه جذر 3 على 2. طب والجتا الاولى بنص. طب والظا اتفقنا نقسمهم على بعض، جذر 3 على 2 على نص. طب يا مستر فين بقت الستة؟ انت قايل لنا ده 6 دوال، فين بقت الستة؟ سهلة جدا، اتفقنا ان قتا مقلوب الجا، طب وجتا مقلوبها قا، وظا مقلوبها زطا. وطبعا المفروض اطلع الناتج بتاع دي الاول. برضو اطلع الناتج ده ازاي؟ جذر 3 على 2 تنزل واقلب العلى فيه في 2 على 1، دول يمشي تطلع بجذر 3 على 1 يا عم عشان ما تزعلش. تمام؟ طيب يبقى الزطا اشقلبهم 1 على جذر كام يا شباب؟ على جذر. دلوقتي كده احنا فردنا قدامكم يا شباب اللي هي ازاي الدوال بتحول او ما بتحولش. فردنا قدامك الربع والحاجات اللي هي ممكن تكون يعني غايبه عنك في المنهج، خدت بالك. وفردنا قدامك كمان اللي هي بتاع التحويله دي واللي ما بتحولش دي وازاي تعرف اشاره الداله. فردنا قدامك الزوج المرتب، لو جاي ارقام عاديه تقدر تعرفه ازاي في ربع. هنا لو جاي ارقام ازاي تقدر تجيب منه الجا والجتا. هنروح دلوقتي على الفكره رقم كام؟ 4. دلوقتي يا شباب هنروح على الفكره رقم كام؟ 3 في حساب المثلثات، اللي هي الفكره برضه من وجهه نظري فكره مهمه جدا وشغل مهم جدا هيساعدك طول السنه.
اللي هو ايه؟ القوانين. والقوانين دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني القوانين انت بتتكلم عن قوانين اولى ثانوي وقوانين تانية ثانوي بيبقى فيهم قو قتا وجا وجتا وكل الدوائر المثلثيه. وطبعا في قوانين للمساحات ان شاء الله هبقى انزل بقى حاجه تانية بس بعد فتره كده. طيب نتكلم دلوقتي عن القوانين. اول حاجه هتاخدها حضرتك الجا. الجا سيتا مين مقلوبها يا شباب؟ مقلوبها او بتساوي، خلينا نخلص على طول، مقلوب الجا اللي هي 1 على قتا. طب برضه يا مستر انا استفدت ايه؟ طب مقلوب الجتا 1 على قا. طب مقلوب الظا 1 على زتا. واحد يقول لي يا مستر ايه يعني الاستفاده؟ الاستفاده حضرتك ان انت لو ضربت دي اللي مش تحتها واحد اضرب مقص، يبقى كأن انا بقول جا سيتا في قتا سيتا بتساوي كام؟ 1. يعني اي داله في مقلوبها بواحد، يعني جا او جتا في قا برضه بواحد. داله في مقلوبها ظا سيتا في زتا سيتا برضه بكام؟ بواحد. يجي لك سؤال ويغلس عليك ويقول لك مثلا يوجد ناتج، مثال اهو 2 ظا سيتا زتا سيتا. الطلبه تقعد تقول لك ايه يا مستر ده ومش ايه يا مستر ده وكلام فاضي. لا سهل جدا، دول بواحد، ما هي داله في مقلوبها، يبقى 2 في 1 ب2. القوانين دي بستخدمها امتى؟ في حاله بص الضرب. ضرب حاجتين في بعض زي ما انت شايف، ضرب. طيب الجزء الثاني يا شباب بنتكلم عن التربيع، ودي يعتبر كلها قوانين اولى ايه يا شباب؟ اولى ثانوي. قوانين التربيع قوانين مهمه طبعا جدا جدا. لما اول قانون خدناه جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بتساوي 1، وتقريبا كل الدوله كلها حافظه. طيب ادي ده القانون الاولاني. طب يا مستر القانون ده ما فيهوش لعب؟ طبعا في لعب كبير. القانون ده يا شباب اي علاقه تساوي في الرياضه انت حضرتك بتقدر ايه؟ تودي وتجيب براحتك. يعني مثلا ممكن انا اودي دي الناحيه الثانيه، يبقى يعني انا بقول جا سيتا 1 ناقص جاتا. طب الواد ده مش مزاجه كده، عاوز يدخل الواحد، يعني جا سيتا زائد جاتا سيتا ناقص 1 بصفر. يعني يا مستر انت تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز، انت حر. يعني ممكن تودي دول، بس ممكن تسلبها سالب جا تربيع سيتا سالب جاتا تربيع سيتا تساوي -1. طيب خليني اديك مثال عشان تقدر تفهم منه، مثال بسيط كده. لو جيت قلت لك جا تربيع 3 سيتا زائد جاتا تربيع 3 سيتا بتساوي كام؟ كل الطلبه دلوقتي ممكن تقول لك دي ب3 غلط. اللعب في الزاويه مش مشكله، الاجابه 1 برضه، بلعب عليك. طب يا مستر لو جات لي ال3 دي من بره، كله اكيد بيسال نفسه دلوقتي ال3 من بره ايه؟ تقدر تقول لي طبعا 3 من بره يبقى اضرب الواحد في 3. فاهمين يا شباب؟ وده القانون الاول اللي هو قانون جا تربيع زائد جاتا تربيع ب1. طيب القانون الثاني يا شباب اللي هو 1 زائد ظا تربيع 1 زائد ظا بقا. طالما برضه الكلام بسيط، قلنا يا شباب تقدر تلعب في القانون زي ما انت عاوز. ازاي العب في القانون؟ انا ممكن ارجع القا، اودي الواحد، اودي الظا، المهم انا حر. يعني مثلا واحد يقول لك الظا تربيع سيتا ناقص قا تربيع سيتا بتساوي -1، صح يا مستر؟ ايه اللي انت عاوزه. القانون رقم 3 1 زائد زتا بتساوي قتا، برضه بنفس القصه. يبقى دول 3 قوانين بستخدمهم في حاله ايه يا شباب؟ في حاله التربيع. كده دول القوانين اللي بتحاول الى حد ما تظبط لك الحال. طيب تعال نروح لجزء تاني يا شباب. فين الجزء التاني مثلا من القوانين؟ اللي هي قوانين تانية ثانوي. وقوانين تانية ثانوي وما ادراك ما قوانين تانية ثانوي. قوانين تانية ثانوي يا شباب شغل عالي جدا. تانية ثانوي عندك قوانين تانية ثانوي، قوانين ضعف الزاويه وقوانين مجموع زاويتين. ودول يا شباب هتلاقيهم في جميع المسائل بتاع الرياضه. يعني بالبلدي جاي في امتحان اخر السنه، الحته دي يا شباب لازم تيجي قوانين تانية ثانوي.
تعال نشوف كده قوانين المجموع الاول. المستر كان يقول لك جا الف زائد ب بتساوي ايه؟ جا جتا جتا جا. ولاحظ الجا الاشاره هي هي. تمام يا شباب؟ جا جتا جتا جا، جا جتا جتا جا، الف ب الف ب. طب قانون الجتا، جتا الف زائد ب، جتا جتا جا جا، والجتا بتغير الاشاره. تمام؟ يبقى جا جتا جتا جا، والتاني جتا جتا جا جا، الف ب الف ب. طيب قانون ظا، ظا الف زائد ب، ظا على واحد ناقص ظا. ايه ده يا مستر؟ ظا الف ظا ب ظا الف ظا ب، اللي هو الظا بتحطها فوق زي ما هي وبتغيرها تحت. بص الظا بتعمل الحاجتين. يبقى ظا الف زائد ب بتجمع فوق او زيها فوق، وعكسها ايه؟ وعكسها تحت. ظا الف وايه؟ وظا ب. دي كده قوانين ايه يا شباب؟ ضعف الزاويه. طب يا مستر انا استفيد ايه يعني منها دي؟ سهله خالص. لما اقول لك انا عاوز جا 75، تمام مستر نعملها بالاله الثانيه. انا بتكلم بس عشان ارفع يعني دماغك شويه. انما لو عاوز تعملها بالاله عادي ممكن اقسمها جا 45 زائد 30، اصبحت زي الزاويه الاولى. جا جتا جتا جا 45 30 45 30، والاشاره هي هي. طب بعدين يا مستر ما انا كده اعملها بالاله. لا، ما المفروض حضرتك تبقى حافظ دول. يعني جتا 45 بواحد على جذر 2، جتا 30 بجذر 3 على 2، جتا 45 واحد على جذر 2، جا 30 بنص. فهمت قصدي؟ فدي بتسهل عليك النقطه دي يعني. طيب الجزء الثاني او الحاجه الثالثه اللي هي مجموع ضعف الزاويتين او قوانين الفعل. لما اجي اقول لك جا 2 س جتا 2 س ظا 2 س، الفرق هنا كان ألف زائد ب، إنما هنا إيه يا شباب؟ 2 س و3 س والأرقام دي، أو 4 س. جا 2 س بتساوي إيه؟ بتساوي يا شباب 2 جا س جتا س. تاني جا 2 س 2 جا س جتا س. دي لها 3 قوانين، ودول يا جماعة اتحطوا كده قدامك في ورقة كده في البيت في أوضتك كده، عشان دول هتلاقيهم في جميع المسائل. جتا 2 س بجتا تربيع س ناقص جا تربيع س، أو باتنين جتا تربيع س ناقص واحد، أو واحد ناقص 2 جا تربيع س. دول 3 قوانين. وهنا 2 ظا س على واحد ناقص ظا تربيع س. يعني يا مستر يجوا ازاي دول؟ أنا مش فاهم يجوا ازاي. ممكن يجي لك في مسألة تفاضل أو مسألة تكامل، يجي لك مثلا أنا عاوز اشتقاق حاجة زي دي كده، جا س جتا س بكام؟ على طول تقول له جا س جتا س، كأنك بتلعب في القانون. طب ما القانون ده هو ايه؟ بتقسم هنا على 2 يا مستر كده. خلاص يبقى بنص جا 2 س، وبدل ما المسألة طويلة بقت حتة صغيرة. هنا برضو جالي في سؤال مثلا، يعني جالي في سؤال تفاضل ص بتساوي، لو ارجع للدرس الأول، جتا تربيع س ناقص جا تربيع س. عاوز د ص على د س للإجابة دي أو للسؤال ده. طبعا ده موضوع كبير. لا يا مستر ده قانون اهو. يعني أنت شيل ده كله وحط مكانه جتا 2 س. اشتق بقى الجتا، اشتقت الجتا سالب، اشتق الأول جوه 2 جا 2 س. ودي هتلاقيها مسائل يا شباب بتربط بين التفاضل والتكامل. شغل شوية القوانين دول ايه يا شباب؟ شغل. دلوقتي يا شباب هنفكرك بفكره كمان اللي هي تبع القوانين برضو، اللي هو لما اجي اقول لك لو ده مثلث، المثلث ده يا شباب طبعا اسمه الف، اسمه ب، اسمه ج. اي مثلث بيكون فيه 3 زوايا زي ما انت شايف و3 اضلاع. طب يعني دي زاويه اسمها الف، يبقى الضلع اللي قصادها اسمه ايه؟ الف شرطه. ودي زاويه اسمها ب، الضلع اللي في وشها ب شرطه.
ودي ج شرط. طيب في قانون بس من قاعدة الجيب خدته في تانية ثانوي اللي هو سهل جدا برضو، اللي هو ايه يا شباب؟ أ شرطة على ج أ تساوي ب شرطة على ج ب تساوي ج شرطة على ج بتساوي 2 نق. ايه ايه 2 نق دي؟ 2 نق دي يا شباب الدائرة اللي هتمر بالمثلث، الدائرة الخارجة عن المثلث. بص لو في دايرة هنا كده يبقى ده نص قطرها. طيب القانون ده برضه يا شباب انا كنت دايما احب اقول للطلبه في ثانيه ثانوي انت ممكن تلعب في القانون براحتك. ازاي يعني؟ يعني واحد مزاجه يجمع دول مفيش مشكله، بس زي ما جمعنا فوق هنجمع ايه يا شباب تحت. طب واحد تاني مزاجه يطرحهم، طب وانا بجمع واطرح بمزاجي؟ لا طبعا، بجمع واطرح حسب ما هو جايب لي في المساله. طب مثلا ب شرطه ناقص ج شرطه اهو، مفيش مشكله، يبقى ج ب ناقص ج. طيب ده اسمه قاعده ايه يا شباب؟ قاعده الجيب. طيب في قاعده الجيب التمام، ليه ايه؟ نفس المثلث برضه. لو انت عاوز ضلع على نفس المثلث، لو عاوز ضلع ولو عاوز زاويه. لو عاوز ضلع من المثلث ده، يعني مثلا انا عندي ضلعين وزاويه وعاوز الضلع بتاع أ شرطه، قانون سهل جدا مباشر برضه، اللي هو ايه؟ أ شرطه تربيع بتساوي ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 ب شرطه ج شرطه إجابة أ. تاني أنا عاوز أ، يبقى الاتنين التانيين ناقص 2 في ب في ج في جاتا هي. طب لو عاوز ب شرطه عادي، يبقى أ وب وج قصدي ناقص 2 أ ج جاتا مين يا شباب؟ هي، وانت ماشيه. طب لو عاوز زاويه من نفس القانون ده، لو انا عاوز جاتا أ، انا عاوز جاتا أ اطرح أ، تاني عاوز جاتا أ اطرح أ وب وج على 2 ب وج، ونفس القصه في ب وج والكلام. طبعا كقاعده الجيم من قاعده الجيم التمام، ان انا بحاول افكرك بشكل القانون.